ايه اكتر الحاجات اللي بتموتيفيت الموظفين في بيئات العمل؟ اوكي. هما جم عملوا سيرفيز كده ل 1800 موظف. خلاص. ونفس ال 1800 موظف دول راحوا المديرين يسالوهم ايه اكتر الحاجات اللي بتموتيفيت الموظفين في بيئات العمل؟ اوكي. فالمديرين الغالبيه العظمى اختارت السالاريز، اختارت الفلوس، وقالت ان كلنا بنتحرك بفلوس والفلوس مهمه جدا، والموظفين لما بيشوفوا الفلوس بيطيروا وبيشتغلوا في حين ان الترتيب للموظفين كان مغاير. كان في جزء فيه ليه علاقه بالجزء بتاع الايموشنز، وان التقدير المعنوي وخصوصا السيمبوليك بيبقى اكثر تاثيرا في الترتيب. الترتيب ده لا يقلل من اهميه المال كموتيف، بس لازم تبقى عارف ان هو مش الموتيف الرئيسي عند كل الناس. والله هو موتيف، بس مش لازم يكون هو الموتيف نمبر 1 عند كل الناس. ففهمك كمدير لنفسيات الاشخاص اللي معاك كتيم ممبرز، وان انت تحفز كل شخص بالطريقه الانسب ليه، ده احد ادوات النجاح اللي بتساعدك ان انت تبقى جود وسكسسفل ليدر. يعني النهارده انا قاعد مع موظفين عارف كويس جدا ان احمد لو طلعته على الستيج واي بريز هيم، او قلت قدام الناس كلها ان احمد قدر يعمل اكسترا مايل يا جماعه، وشجعته بالكلام، خليت زمايله كلهم يهنوه، اديته اي حاجه سيمبوليك كده زي تروفي، درع او مش عارف ايه، ده ممكن يخليه يشتغل على حس الموضوع ده 3 شهور. صح. وشخص تاني يقول لي يا باشا كل الكلام ده ما يفرقش معايا في حاجه، انا ما اكلتش عليه وشربت، انا عايز فلوس. صح. انا عايز اطلع انسنتيف تراب، عايز اسافر، انا عايز اترقى. فكل واحد ليه موتيفز بشكل مختلف، كل دي موتيفز، وكلنا عندنا نسب من الموتيفز دي، بس النسب متغيره، مش كلها ايكويفالنت بنفس الكوانتيتي عند كل الاشخاص. فدي الفكره كلها. حلو جدا.